بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 18 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. نبضد ثيكتني عندنا مثلا الموضوع السلس يفذري ثيد دي كتاب ثيس الرسالة ذا شو ودنا ودنا في كيران تفاصيل باللي ما يليون استزمرتيس أثنى الله يبارك أذيغ الوضوء نواقض الوضوء توسنت ما يليون يفغم دواسيس ومن تسع أمان تسع بين قوسين البول ما إلا ذا الريح إلى آخره الغائط نسفهم ذوك تمسالاقي، ولكن إما يليون يسعى السلس سمحتي ويطفري مانيس أكين الفذا ثعبطي الساعة النفس هاد السفور نغ سايغا من تسا اتفغن بلا الفغيو ذا شو تيفراث ذاكي لان زمر غادي نيغ ثلاثة الأصناف الغاشي إلا ون الصنف وريد الظلالة كاين بطلت ذاين هالشاغ أم كذا الشمال الجامع الغاشي وكذا زديت الله يبارك ظلال نورمال تطفن الوضوء إلا نوقاد السيون أذيغ الوضوء يطهر أذي الزاس يسل العيشة سيون الوضوء ولا نوقاد سي الفجر أذيغ الوضوء غير الفجر مريو على راسي ضص أذي الظال يكثي الظلة سيون الوضوء الخير أربح التفضيون أذي الظال العصر سيون الوضوء سيساري الظل المغرب وقت العشاء أسير نور ربي ونمي في ربي تزمرت أذ يحمد ربي يشكر، ولكن سمحتي مثلا للوقاذ يهلكن وظنن يرنا وغد سمكم ذا سوسمن سندخل يستحى انت كل استقسين مين با استقسين الشيخ اسيني كيني تاع بوطي وتسفوغ النفس نغ كذا كذا نغ السلس اي غدني ولا باش أنحمد ربي ونسعنا وكذا زمرت أذي يحمد ربي ولو نسعنا غادي يحمد ربي خاطر يسعى على جر وربي سبحانه ويناد أكون جربا أو يقبلنا جرب من ربي يسوى على جر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره. من بعد ربي وبشر الصابرين وينادي الآية النظام إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر مرحبستك الشر ربي، ولكن تزمرت ثوعار ما تروحي ومذان نغد وقاد يسعى السلسة قلت تطفنا راه من تسع وتطفنا راه كان نفس تاع بطن سن يتفقد كان بريل بغي نسن الا ينصين في جثه صليت اكيد ما نصليش امشي راك شمغ الجامعه ميك هذا واحد غلوظو كوفري ذا سيخسر كوفري ذا هذه الحو واحد 5 مترات واه انا غادي يكشم الزاليت غادي الله اكبر يخسر راس غادي يخدم لافيت يتصفى ديك الشم غادي يعيو ولكن بطلت لان وقاد يجي تصليت مالوريزمون لان وقاد خاطي تظلان ولكن بيبري بلا ما استقسام بيبري كان هذه غلوظه في 12 باش هذه الظل سيستور خاطي إلا السلف وايض أعبدنا ربي الفقه ستموسني ذيني مديوسا الدرساقي في ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة ذكر موضوع السلس وربي سبحانه رحيم بالعباد نسي يزراك يزرى كلش يزرى أي اللي يفرن يدي ظهرا وربي القرآن يناد في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربي يبغى يستخفف لنا من بعد وخلق الإنسان ضعيفا. في سورة البقرة الآية 185 يناد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربي يبغى يون ليسر وتسرى ثارما ذي العسر ذي الطيق ذي الآية النظام ذي سورة الحج الآية 78
إن وما جعل عليكم في الدين من حرج. مي تجمع ذا كل يثاقي رنواس الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باش تفراث مكشم الوقت نصلي ثورة نسنا إلا ذا الشيخ أديغ باد من الوضوء نورمال أين دي يفغن مرحبا عادي يفقد ومن تسع بلا الفغيس يسعى السلس رفع عنه الإثم أمن سامن الصحان كيف ولا قرا ديال الوليس ديال الطرفه كيني تظليتي وتنقص ماشي من الفلاني خاطي امشيتش امين اما يزمر امذانا قادي زال يسنغ عادي انا عاميه يزمر ديال الامام يهلك يوضن من بعد صافي هذا ديميسيوني نامي باش كثر الامام نو عادي الشرع ويون ديال الوضوء مقدن الشيخ يكشم وقت الصلاه أدير الوضوء يصلي بنا إماما ولا حرج عليه الصلاة صحيحة لذلك ربي ناد وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا باش نكمل موضوع السلس من بعد ابن أبي زيد القيرواني يهضرد فين يعني يشد نرثلاوين الحيض والنفاس الحيض والاستحاضة والنفاس باختصار. شو معنى الحيض؟ أصل الكلمة لغة معناها السيلان ذي تعرف يعني كي تقول الحيض أصلها المادة اللغوية ذي لا ترمينولوجي لو ترماجي الحيض يفيد السيلان منها مدينة حاض السيل فاض مدينة مثلا حاض الكأس أنا الكأس شرط ثمن يفاض لذلك القرء إذا عرفت حوض الماء الحوض بمان هكا وقيل تعرف ما ذي الشرعية ذي المصطلح ذي ذمن ذي تفغنر في مطوث كل الشهر هذا وقي من قرن العادة الشهرية للراجل تيقال العادة الشهرية لونه قد يكون لون أحمر أو أكدر أو أصفر بلا ماكش هذه التفاصيل ولكن ثلاوين يعني ثنت الأمر باش استقسنت في الدين نسنت استقسي تسالو سنت مسني ولا حياء في العلم يمكن قاري الدرجة لا حياء في الدين إنسان نورمالمون دين لا حياء في العلم ذي مسني ولا شي الحياء وكانت يعني الصحابيات رضي الله عنهن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن الصحابة من أجل التفقه في الدين والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب دليله في القرآن نراه نجده في الآية 222 من سورة البقرة مدة الحيض أقله يوم وليلة المينيموم ينس مدة الحيض يوم واس يعني يضاك دواس يوم واس ميل أكثره ماكسيموم 15 يوم 15 يوما أكثر مدة الحيض. سمحت لي باختصار تفاصيل كثيرة تهم النساء ما نذكرهاش. الإمام مالك رضي الله عنه سئل عن الحائض إناس ميلا ثمطث طاهرة سي الحيض ينس وثفارة مشات دوش أتخدم الطهارة الكبرى أمشي تخدم إنك تصلي بالتيمم مثلها مثل الجنوب من أراد أن يرجع إلى كتاب الموطأ الصفحة 72 المعنى يس ما يلونس الجنابة أركز يلس الجنابة من بعد ولا شمام نغيل الحرج نغدا ما ندي الصماضة يقعد في مانيس إلى آخره ذي راح يتيمم ويصلي ولا يعيد ويسعى ذلك الصليتيس وكذلك تمطوط يزمر تزدي ولكن أتسالك ذي مغاران بالك الطيق الجيق الحرج ولاش أمشي ولاش اش تخدم بس قيمة تزلالها خاطي تتيمم وتصلي عادي من الميثوفة تساويل تزيز ديمانيس دينا أتظل طبعا الوضوء بعد ذلك. الاستحاضة وكي الاستحاضة ذي ذمن دي تفنر تمطوث ولكن ذي ذمن لهلاك سمناس دم علة وفساد وكي ملمي يتسد بعد المدة نينس بعد تمام حيضتها ذا تفاصيل خاصة بالاستظهار وكذا ذا خاصة بالنساء هذا ولكن المرأة المستحاضة مسددة من الني الهلاك بون إذا قال السنة باش الفرق ديال إذا من الحيض وإذا من الهلاك
وكذاكي أتغلظوا أتظل عادي وتزوم عادي إلى آخره. النفاس أكثر النفاس 60 يوما، وقيل ماكسيموم أكثر النفاس 60 يوما. موانع الحيض والنفاس باختصار: المانع الأول الصلاة، ولكن بلا قضاء. مثلا حائض سلحيض نغس النفاس للنفسة والسنية وتظلرة، أما 6 أيام أما 7 أيام أما 5 أيام أما 10 أيام مخالفة ثلاوين وكذي الحيض. أما في النفاس أما 30 يوم أما 40 يوم أما 50 يوم أما 60 يوم فظل تسعى وذرة وتستغرمرة. ولكن الصوم بقضاء. الصوم لا تصوم المرأة الحائض والنفساء، ولكن أتقضوا أتغرم رمضانيس. وتغرمضانيس داغ بفقه خاص 3 مطوث مثلا أسقوسها 3 النفسة أسقوس وايض رمضان وايض السطوض أسقوس وايض استاذيست إذا تقيم 4 سنين 5 سنين عادي. ذاكي زمرة كلما ثلا لازم مرتاحة أتغرم. ذاكي قرنص عندما تتوالى أعذار النساء من حمل وحيض، طبعا إذا كان الحمل ما يكونش الحيض، من حمل ورضاع ونفاس آخر إلى غير ذلك، من حمل ونفاس ورضاع توالت عليها الأعذار فالحرج عنها مرفوع. وما جعل عليكم في الدين من حرج. سيدة عائشة كانت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود. دخول المسجد المرأة الحائض تشمل الجامع إلا لغرض تعليمي، ولا الطواف، لا تطوف بالكعبة المشرفة ولا تعتكف، ولكن ما إلا تسد بغرض تعليمي ثمطوث تقرأ القرآن مثلا ذي الجامع هامي وزميرة. أما تشيخ يصغراين ما تسيني قارن مادام القرايه العلم فالحرج عنها وعنهن مرفوع. مس المصاحف والقصد في المصحف كذلك الوطأ وكذلك الطلاق فكي خاصة بالرجال. الشرع غادي يقار ثمطوث مثل سلي الرجل حائض مثل ذي النفسة أورف الروثارا إثلاوين لان ذي الحيض غدي النفاس وكذا غفل ذا مقران أطاس تلاويني جفران ملمي ديال الحيض. مي تيسقسى الشيخ أسيني ملمي ميفرا أستيني يفراين كيني حائض. طلاق الرجل في وقت الحيض مثل مطوث حائض وكي طلاق بدعي يعني يريد جزارة، ولكن هل ترى يقع أو لا يقع؟ هذا ما سنشرحه في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.